ليالي لبنان من احلى الحلويات اللي ممكن تجربوها. حاجة حلوة خفيفة، سكرها مظبوط، وبجد طعمها خطير. كمان بقى تحضيرها ما بياخدش دقايق، ومكوناتها تقريبا معظمها موجود عندنا في البيت، ورغم سهولتها بجد طعمها خطير وبتدوب كده في البق. تنفع قوي في المناسبات او كمان في شهر رمضان، هتبقى حلوة قوي بعد الفطار. تعالوا بقى معايا نشوف الجمال ده نقدر نعمله ازاي بكل سهولة. على البارد كده هحط لتر من اللبن، هضيف عليه نص كوباية من السكر، وكمان هضيف عليه كوباية من سميد البسبوسة. وهنا انا استخدمت السميد ده، وانتوا لو استخدمتوا اي نوع تاني لازم الحبيبات تبقى وسط، يعني ما بيبقاش ناعم قوي ولا خشن قوي. هضيف كوبايه السميد وهقلبهم كلهم مع بعض كده على البارد قبل ما افتح النار خالص. بعد كده هبتدي بقى افتح النار عليهم، والنار بتبقى متوسطه، وهفضل مستمره في التقليب لحد ما القوام يتقل معايا بالشكل ده. ضروري جدا النار ما تبقاش عاليه علشان ما يلزقش في قاع الحله. بعد ما يتقل معايا على طول هضيف له ظرفين من الفانيليا واربع فصوص مستكه انا طحنهم مع شويه من السكر، وتقليبه بسيطه قوي، وهقفل النار على طول. الفانيليا والمستكه بيدوا طعم حلو جدا، بحبهم قوي مع بعض. بس انتوا تقدروا تحطوا ماء ورد، ماء زهر، فانيليا بس او مستكه بس زي ما تحبوا. وبس كده هي بقت جاهزه معايا، وادي القوام بتاعها اللي انا عايزه اوصله بالظبط. هجيب بقى البايركس بتاعي من غير ما ادهنه باي حاجه خالص، وهبتدي ان انا احطها في البايركس بالشكل ده. البايركس ده مقاسه 20 في 28، وبالنسبه لي السمك بتاعها هيبقى مظبوط قوي. لو عايزينها بسمك ارفع يبقى هتعملوها في حاجه اكبر. بس كده هسيبها بقى تبرد خالص بره التلاجة، وبعد كده هدخلها التلاجة ساعة علشان تتماسك. هجهز بقى الشربات اللي هقدمه معاها. معايا كوباية ونص من السكر، وضروري جدا السكر يبقى ابيض والحبيبات بتاعته مش كبيرة. هضيف عليه كوباية من المية، وهقلبهم على البارد كده الاول مع بعض بالراحة قوي، علشان مش عايزة اي قطع من السكر تبقى على الجوانب عشان ما يسكرش معانا. هحطه على نار عالية في الاول لحد ما يوصل لمرحلة الغليان كده، وطول ما هو على النار مش بنقلبه خالص علشان ما يسكرش مننا. بعد كده هضيف له نص ليمونه ومعلقه صغيره من العسل الابيض. العسل بيديله طعم وقوام حلو، وفي نفس الوقت بيساعد ان هو ما يسكرش معانا. هوطي بقى على النار، اخليها متوسطه. لو في اي سكر جه على الجوانب بمسحه كده بفرشه مبلوله ميه، وكل شوائب تطلع على الوش كده برضو لازم اشيلها، علشان ده بيساعد في نجاح الشربات ومش بيخليه يسكر منكم تماما. بسيبه على النار 10 دقايق واطفي عليه، ويبقى جاهز معايا بالشكل ده. هسيبه يبرد خالص لحد ما اجهز الخطوه الجايه. واهم طبقه بقى طبقه القشطه اللي بتبقى على الوش دي، احلى طبقه. انا عملت ميكس ما بين القشطه المعلبه والكريم شانتيه بتاع دريم. طبعا تقدروا تستخدموا علبه القشطه بس انا كده بالنسبه لي بتبقى اخف واحلى بكتير. بجيب نص كوبايه من اللبن الساقع واحط عليه ظرف كريمه دريم حجم الصغير، وهضربهم مع بعض على سرعه عاليه كويس جدا لحد ما الكريمه تتقل معايا بالشكل ده. بعد كده هضيف علبه القشطه كامله. العلبه دي تقريبا 170 جرام، وهقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما اوصل للقوام الناعم التحفه اللي انتوا شايفينه ده. بجد طعمها خطير، انتوا مش متخيلين الميكس ده طعمه حلو ازاي. هطلعها بقى من التلاجة بعد ما سبتها ساعه، بقت متماسكه وحلوه قوي. وهضيف عليها على طول القشطه اللي انا لسه عاملاها، وهوزعها عليها كويس قوي. كميه القشطه دي مناسبه جدا للمقدار اللي احنا عاملينه. هوزعها كويس جدا واسويها كويس زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هدخلها التلاجة ساعه، ساعتين، 3 لحد تاني يوم. كل ما تقعد في التلاجة اكتر كل ما تبقى احلى. انا سبتها 3 ساعات وطلعتها بقى، زينتها بحبه حلوين كده من الفستق. ودي بقى شكلها النهائي. بجد شكلها يفتح النفس على الاكل. القوام بتاعها كان مظبوط جدا ومتماسك، وطبقه القشطه من فوق كانت خطيره وناعمه، وكانت كده بتدوب في البق. لما تيجوا تقدموها هتحطوا عليها الشربات اللي احنا حضرناه مع بعض. شايفين بقى القوام بتاعه بيبقى وسط، هي ما بتبقاش مسكره قوي. فانتوا بتضيفوا الشربات حسب ذوقكم، يعني حسب انتوا عايزين حلاوتها تبقى زياده او وسط او قليله، دي حسب ذوقكم. ودي احلى حاجه فيها ان انتوا تقدروا تتحكموا في حلاوتها. خطيره يا جماعه، اتمنى ان انتوا تجربوها. لو خدتوا منها شوكه واحده بجد مش هتقدروا توقفوا من جمالها. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.